النهاردة هوريكم 10 منتجات ميك اب خلصتهم، هعمل لكم على كل واحد ريفيو صغير واذا كنت هشتريه ولا لا. اول منتج هتكلم عليه هو الاربن ديكي اي شادو برايمر بوشن اللي هو الاوريجينال. ده اللي هو الاي شادو برايمر، يمكن شفتوه قبل كده لو انتوا متابعين للميك اب، بس ده تقريبا اول اي شادو برايمر جبته، واكشلي هو كان عاجبني ساعتها، بس لما جربت انواع تانية يمكن ما عادش هو المفضل بالنسبه لي. هو الابليكيتر بتاعه كده بيبقى زي فرشه الكونسيلر، طبعا الكونسيستنسي بتاعته مختلف. خليني اعمل لكم سواتش. يعني هو لونه بيج، بس هو في الحقيقه ان هو بيطلع يعني تقريبا شفاف. المنتج ده اكسبايرد، عايزه اقول ايه، مثلا 2017 مثلا هو عندي وانا مش بحب ارمي حاجه خلصت، فزي ما بقولكوا كان ساعتها عجبني ساعه لما انا جربته، بس طبعا عشان هو كمان بيطلع شفاف وانا في سواد فوق عيني، فبقيت احب استخدم اي شادو برايمر يكون فيه لون، فبالتالي مش هرجع اشتريه تاني. وبما اننا بنتكلم على الاي شادو برايمرز، فده الشادو برايمر بتاع رير بيوتي، هو تقريبا ملوش اسم، هحاول اعمل لكم سواتش، بس هو برضو نفس فكره الدوفوت زي الكونسيلر كده. هو كان ليه لون بس يعني خفيف برضو، بس على الاقل احسن من الاربن ديكي. مش عارفه هتشوفوا الفرق ولا لا، بس هو هنا لونه فاتح يعتبر، بس البيجمنت بتاعه مش قوي قوي. كان كويس قوي كاي شادو برايمر، بس بصراحه بعد ما جبت النارز سمادج بروف اي شادو بيس، استنوا كده اتاكد من اسمه، اللي هو اسمه تنتد سمادج بروف اي شادو بيس، ده اللي هو بتاع نارز. ده شكله هوريكم بقى فرق اللون ما بين ده وده. طبعا الفرق الكميه اي ثينك، يعني ان الكميه اكبر في النارز، بس ممكن يكون شكل الازازه بس. الدوفوت برضو نفس الفكره بتاعت فرشه الكونسيلر، بس ده لونه واضح اكتر كمان من بتاع رير بيوتي. يعني ده اهو بتاع النارز، كمان التكستشر بتاعت نارز احسن بكتير، عجبتني اكتر من الرير بيوتي. فغالبا يعني هو حلو قوي، وكان عاجبني ان هو ليه لون وبيغطي الهالات السوداء. لو قدامي ممكن اشتريه تاني لو النارز مش موجود، يعني انا دلوقتي بفضل بتاع النارز اكتر، بس لو ما قداميش غير الرير بيوتي هشتريه عادي. والمنتج ده ما خلصش قوي، بس يعني لسبب ما بطلت استخدمه تقريبا عشان بشتري انواع تانية وبجربهم، فبيتركن على جنب وبنساه. بس هو يعني تقريبا قرب يخلص. هو الميبلين انستنت انتي ايج اريسر، ده طبعا غني عن التعريف، مش محتاجه اقول ان انا كل ما بيخلص دي تقريبا تالت ازازه ليه، بس بقالي فتره واقفه عند الحته دي، وعشان بجرب كونسيلرز تانية وكده مش بستخدمها. بس طبعا مش محتاجه اقول ان ده لما يخلص هشتري منه تاني عادي جدا. وبما اننا اتكلمنا عن ميبلين ونفس الباكجينج تقريبا، في الميبلين انستنت ايج ريوايند بيرفكتور 4-in-1 جلو ميك اب، ده المنتج اللي انا بتكلم عليه. المنتج اللي جوه الازازه يا جماعه خطير جدا، واللي شاف فيديوهاتي اللي انا استخدمت فيها المنتج ده هيعرف قد ايه هي المنتج اللي جوه جميل جدا. بس للاسف الباكجينج وحش جدا جدا. يعني الباكجينج ده نفسه بتاع الكونسيلر نفس الفكرة. خليني افتح الاتنين واوريكم، بس تقريبا هي نفس المشكلة. يعني شايفين الاتنين ازاي المنتج بيطلع من، يعني غير ان هو بيطلع من السفنجة، بيطلع كمان من تحت السفنجة ويبتدي يوسخ اللي حواليه. بتاع الجلو ميك اب ده او اللي هو الفور ان وان مش بيطلع اصلا من هنا، اللي بيطلع من هنا يعني حاجة عاملة زي المية كده. يعني ده مش المنتج نفسه، ده حاجة زي المية كده، والمنتج نفسه بقى بيطلع من تحت السفنجة كده، وشكله زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني مش عارفة هتشوفوا ولا لا، بس في زي مية كده ماشية على صباعي، لان المنتج نفسه زي ما يكون ما يعني السفنجة دي مش بتخليه يتخلط مع بعضه او بينفصل عن بعضه او حاجة. بس خليني اعملكوا سواتش لشوية اللي انا طلعتهم كده، قد ايه هو حاجة بجد اختراع رائع. بس لو يغيروا الباكجينج، شايفين الجلو اللي على ايدي دلوقتي هو عبارة عن، ممكن في ناس بتستخدمه زي الفاونديشن، بس طبعا تغطية خفيفة جدا. في ناس بتستخدمه كهايلايتر، انا بحب استخدمه كهايلايتر جدا. ساعات برضو بخلطه مع البلاش او الليكويد بلاش او الفاونديشن يدي الجلو ده. بس بجد اللي مبوظه الباكجينج. فانا خايفة وزعلانة وانا بقول ان انا غالبا لما دي تخلص مش هشتريه تاني، unless ان انا بتاعتي كان فيها مشكلة. يعني لو حد جرب المنتج ده، هل عندكم نفس المشكلة ان البرودكت بيطلع من تحت السفنجة كده؟ حاول اقرب لكم على الاخر. شايفين بيطلع منين؟ مش من هنا، من تحت السفنجة، غالبا زي كأنه بيسرب، ما هواش ده الطبيعي بتاعه. لو عندكم نفس المشكلة قولولي، لو مش عندكم يمكن انا المنتج بتاعي هو اللي جه بايظ. بس بجد المنتج اللي جوه الازازة
خطير بجد. لو عملوه زي الكونسيلر او بامب زي الفاونديشن هيبقى احسن بكتير. فللاسف وانا زعلانه ومتاذيه جدا، وانا بقول غالبا مش هشتريه تاني لو فضل الباكجينج زي ما هو. المنتج اللي بعد كده من بنفيت وهو الرولر لاينر. انا كان عندي الميني سايز ده الايلاينر بتاع بنفيت. لو انتوا عارفين الشكل واللون ده هتبقوا غالبا عارفين. اي ثينك ان هو خلص والله لسه فيه شويه، بس هو بجد سواده جميل جدا 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 وثباته جميل جدا جدا جدا، والفرشه اكتشلي مش وحشه خالص. بس انا بالنسبه لي للاسف بحب نوع الفرش اللي هو الريشه زي ما بيقولوا عليه الريشه، مش الفلوماستر. ده فلوماستر. خليني اكتشلي اجيب لكم ايلاينر يكون ريشه عشان تفهموا الفرق. ده الايلاينر بتاع نيكس اسمه ابيك انك لاينر، ده فرشته ريشه، وده الرولر لاينر. هوريكم الفرق ما بين بقى الفرشتين. ده البنفيت وده النيكس. انا بحب بتاع النيكس اكتر، هحاول اقرب لكم على قد ما اقدر علشان تشوفوا الفرق. ده اللي هو الريشه وده اللي هو الفلوماستر. فمع انه هو زي ما انتوا شايفين سواده بجد حلوة قوي وبيثبت، الفرشة الفلوماستر دي مش سهلة ان انا احطها علشان انا عندي عيون مبطنة وكمان عندي تجاعيد فوق رموشي بالظبط. فالريشه اللي هي النوع التاني اسهل انها تتحرك مع التجاعيد، اسهل من الفلوماستر بكتير. بس مش معناه ان ده منتج وحش خالص خالص خالص، منتج حلو جدا. واي حد بيحب الفرشه الفلوماستر بتاعه الايلاينر انا برشح المنتج ده، بس للاسف انا غالبا مش هجيبه تاني. المنتج الجاي هو التو فيست ليب انجكشن اكستريم. واللي عارف تو فيست بتعمل اللي هو الليب جلوس اللي بيحرق الشفايف، الليب بلامبر علشان يكبر الشفايف. بس ده اللي هو اكستريم كمان، وده الشيد بابل جام يام. هي على بينك كده شويه او محمره شويه، طبعا كده كده اللون بيطلع شفاف. انا ما ضايقنيش خالص. في ناس طبعا بتتضايق من موضوع الحرقان وكده، بس فعلا من المنتجات اللي كانت لذيذه قوي بالنسبه لي. هو حراق شويه على الشفايف بجد، يعني اللي ما بيستحملش حاجات حراقه ما انصحش بيه خالص. بس هو فعلا بتحسوا ان هو كانكم في شطه على شفايفكم. يعني طبعا الافكت بتاع البلامبنج او ان هو يكبر الشفايف بيبقى مؤقت جدا جدا، ممكن اخره نص ساعه على حسب طبعا مدى حساسيه شفايفك للشطه او الحراق اللي هو فيه. بس حتى كجلوس انا بحب الافكت بتاعه جدا. عايزه اقول ان انا مش هروح اجري اجيبه لان انا عندي جلوسز كتير قوي، بس لو هو جلوس الوحيد اللي قدامي هشتريه وما عنديش مشكله في الحرقان بتاعه. كده كده مش بيفضل في الاخر، بس انا بتكلم عليه كجلوس. الجلوس بتاعه حلو اكتشلي، والريحه دي او الشيد ده ريحتها حلوه قوي. حاول اعمل سواتش، مش عارفه هيحرق ايدي ولا لا، بس هعمل لكم سواتش كده. هو اللون بيطلع كده كده شفاف، مش عارفه بقى تشوفوا تحت الايلاينر شويه هتلاقوه جلوس كده. همسحه بسرعه قبل ما يحرق لي ايديا، ما اعرفش يعني، ما جربتش احطه على ايدي قبل كده فمش عارفه. بس هو كجلوس فعلا جميل قوي وريحته حلوه. الناس اللي بتحب الميك اب ده هيبقى فيه ريحته حلوه، والافكت البلامبنج بتاعه لذيذ. واهم حاجه بالنسبه لي ان هو كجلوس شكله حلو قوي قوي، وما عنديش مشكله اشتريه تاني. ومنتج تاني من بنفيت وكان معايا برضو الميني سايز بتاعها، هو الماسكارا اللي اسمها باد جال بانج. وده شكل الميني بتاعها، هحط لكم صوره الفول سايز هنا، بس هي شبه دي بالظبط بس اطول شويه. الماسكارا دي كانت جميله برضو عندي من زمان، يمكن 2018 ولا حاجه، وكنت بحب فيها الفرشة بتاعتها الرفيعة. انا عشان عينيا صغيرة خالص وكمان مبطنة، فالفرش الماسكارا اللي هي بتبقى كبيرة زي مثلا التو فيست باتر ذان سكس دي، بالنسبة لي الفرشة بتاعتها كبيرة قوي، لكن دي لذيذة وفرشة صغيرة، وكمان كانت بتدي افكت حلو قوي للرموش. يعني بغض النظر ان انا بحب اجرب ماسكارات جديدة، لان الماسكارا من الحاجات الميك اب اللي بتنزل كتير منها انواع، فغالبا انا مش هروح برضو اجري ان انا اروح اشتريها هي بالذات. بس لو مفيش غيرها قدامي هروح واشتريها عادي جدا لانها كانت ماسكارا حلوة قوي. وبما اننا بنتكلم عن الماسكارا فهكلمكم عن الاسنس سلاش برنسس فول سلاش افكت ماسكارا. وطبعا دي ماسكارا غنية عن التعريف. هي دي ما خلصتش، ما اظنش انها خلصت، بس هي اكيد 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 expired عشان بقى لها زمان قوي عندي.
وبرضو نفس الكلام على الباد جال بانج، ان الفرشة بتاعتها رفيعة جدا وانا بحب الفرش الرفيعة. طبعا الماسكارا دي غنية عن التعريف قد ايه هي مشهورة، يعني من احلى الماسكارات في العالم كله، يعني كله مجمع على ان الماسكارا دي من احلى الماسكارات في العالم، مع انها رخيصة جدا مقارنة بماسكارات كتير. دي بقى هنزل اجيبها هي مخصوص، حتى لو في اوبشنز كتير في الماسكارات انا ما عنديش مشكلة اروح طبعا، عشان يعني فاكتور مهم بالنسبة لي هو السعر، فعشان كمان سعرها رخيص جدا ما عنديش مشكله ان انا اروح اجيبها تاني. ما خدتش بالي ان انا عندي كل منتجات بنفيت دي، بس المنتج اللي جاي بتكلم عليه هو البنفيت precisely my brow pencil، وكان برضو ميني سايز، ما هواش فول سايز، بس هو القلم الحواجب بتاع بنفيت ده اللي هو القلم العادي. الفول سايز بتاعه بيبقى فيه فرشة من الظهر، وده شكله هو طبعا يعني ده خلص بقى بجد، فاضل فيه حتة صغيرة وغالبا مش هترسم اي حاجة. بس ده الشيد ده كان 4، كان اظن انه كان فاتح عليا شوية. دي شيد رقم 4. القلم ده كان حلو قوي للحواجب، والسن بتاعه رفيع جدا ولذيذ جدا. انا دلوقتي مدمنة القلم الحواجب بتاع لوريال اللي هو امبليفا براو، اللي هو بال3 سنون ده، فغالبا مش هروح اجيب البنفيت، بس I would repurchase، يعني ما عنديش مشكلة خالص لو انا مثلا رحت سيفورا ولا دخلت محل فيه بنفيت او اي حاجة ان انا اشتري المنتج ده، لانه كان منتج هايل. بس غالبا هشتري شيد 5 او حاجة، لانها دي كانت فاتحة عليا حاجة بسيطة، بس كمنتج فعلا قلم حواجب من احلى اقلام الحواجب اللي جربتها ever، فما عنديش مشكله اشتريها تاني. والمنتج العاشر معانا هو يعني برضو فاضله حاجه بسيطه قوي ما خلصش، بس بقالي فتره مش بستخدمه بسبب اختلاف بشرتي اليومين دول جافه جدا، فهو يعني مناسب اكتر للبشرات الدهنيه او المختلطه. واللي انا بتكلم عليه هو البرايمر من تاتشا اسمه ذا ليكويد سيلك كانفاس، ده المنتج اللي انا بتكلم عليه. وزي ما انتم شايفين هو برضو ميني سايز، ما هواش فول سايز. الفول سايز غالي جدا، معرفش $60 او حاجه شبه كده، فجبت الميني سايز. وهو على فكره قاعد معايا، يعني هم شويه حلوين، معرفش دول كام ملي، 10 جرام، فقعدوا معايا فتره يعني، كمان عشان اما بحطش ميك اب كل يوم وعندي برايمرز تانية، فقعد معايا فتره ولسه في شويه حاجه بسيطه يعني. هل انا هشتريه تاني؟ هو المنتج طبعا كبرايمر تحفه، وعايزه اقول لكم قد ايه ان هو الناس اللي بتحب البرايمرز اللي بتخفي المسام، حاول اوريكم شكل ايدي، مش عارفه يعني لو حطيته على ايدي هيبان قد ايه بيخفي المسام ولا لا، غير ان ريحته بجد خطيره. يعني هحاول ان انا احطه كده على جزء من ايدي، هو على الناحيه دي من ايدي، فمش عارفه بقى هتعرفوا تقارنوا ما بين الحته دي والحته دي ولا لا. هو هنا كده، احاول احرك ايدي كده يمكن تشوفوا حاجه. بس هو بجد من البرايمرز اللي بتسموث المسام او بتنعم المسام جدا جدا من غير ما تدي احساس. عارفين البرايمرز اللي هي بتنعم المسام دي بتبقى سيليكون كده، بتبقى مزحلقه كده ومزفلطه، ده مش كده خالص، ده بينعم المسام من غير الاحساس ده. ريحته بجد خطيره خطيره خطيره. هل هشتريه تاني؟ والله يعني الموضوع هنا محير شويه، لان هو بجد حلو قوي، بس غير ان بشرتي اتغيرت، هو زي ما قلت لكم سعره غالي جدا، فممكن اشتريه. بس لو هشتري المقاس الصغير بس، مش عارفه هل مستاهل ان انا اجيب الحجم الكبير، مش عارفه. بس هو منتج بجد خرافي يا جماعه، اللي مجربوش حاولوا لو عايزين تجربوه هاتوا المقاس الصغير، ارخص طبعا بكتير من الفول سايز، بس فعلا ممكن يعني ما تندموش خالص لو جربتوه. فانا هقول هشتريه تاني، بس المقاس ده غالبا مش هقدر اجيب المقاس الكبير. بس وده كان كل فيديو النهارده. قولولي لو انتوا جربتوا اي حاجه من ال10 منتجات دول، قولولي لو عايزين نفس الفيديو بس لحاجات السكين كير، عندي فوارغ سكين كير كتير قوي. لو انتوا مهتمين بالسكين كير وعايزين فيديو نفس الفكره للسكين كير، اكتبولي في الكومنتس. اتمنى يكونوا الفيديو عجبكم، ومعلش على الاضاءه، انا منوره نور السقف عشان الدنيا بدات تليل شويه، فهتلاقوا الاضاءه كده مش احسن حاجه. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا لي سبسكرايب، وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. و thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.